المصريين القدماء هم أصحاب أقوى وأهم حضارة على مر التاريخ، كانوا متقدمين في كل المجالات زي الطب والفلك والفن والعمارة. والنهاردة حنكشف حقيقة أحد عجائب الدنيا السبعة، وهو الهرم الأكبر. سينمائي محتاج اركب عدساتي على الهادي، دماغي نضيفه في الاغاني، ده اساسي حرق بجد مش كنتاكي، ده وسابي لسه بتقولي كاني ماني وبتهاتي هبيتك في دواساتي. في فريق ياباني دخل هرم خوفو علشان يعملوا مسح للهرم باستخدام الاجهزه الحديثه اللي معاهم. النتائج اللي طلعت انه تم اكتشاف 3 تجويفات جديده جوا الهرم. كمان الغريب انه من فتره اعلن ان هرم خوفو حيتقفل طول شهر يونيو. يا ترى ايه اللي بيحصل هناك بالظبط؟ لما دخلوا كاميرا في واحده من التجويفات دي اكتشفوا ممر سري طوله 9 متر وعرضه 2 متر. الدكتور زاهي حواس قال انه تم تصميم الممر ده علشان يخفف الضغط على غرفه سريه لسه ما اكتشفوهاش، واللي حيكون موجود فيها الملك خوفو. بس انا النهارده جاي اصدمك واثبت لك بالادله وبالعلم ان الاهرامات ما اتبنتش علشان تكون مقابر. ولو مش مصدقني كمل الفيديو للاخر وانت حتعرف. السؤال هنا، هي الاهرامات لو فعلا مقابر ليه ما فيهاش اي حاجه من الحاجات اللي تدل على ان هي مقابر؟ يعني مثلا ليه ما فيهاش موميا واثار ومجوهرات زي ما متعودين نشوفها في كل المقابر الفرعونيه؟ هل ممكن تكون اتسرقت زي ما الكتب بتقول؟ بس لو الاثار والمجوهرات والموميا ذات نفسها اتسرقت، الرسومات المشهوره اللي بتبقى داخل كل مقبره فرعونيه راحت فين؟ الحضارة المصرية القديمة سبت لنا ألغاز وأسرار كثيرة وراها مش مفهومة، بس في سر له علاقة بالأهرامات ومتكتم عليه من أكبر المنظمات العالمية، وهو المشروع بتاع نيكولا تسلا واللي كان السبب في موته. خلينا نرجع بالزمن لورا علشان نفهم القصة. نيكولا تسلا كان معتقد إنه يقدر يستخدم كل الطاقة الموجودة في الأرض وينقلها للعالم كله لاسلكي، والكلام ده مش مجرد كلام يا عزيزي المشاهد، بل هو عمل تجارب فعلا ونجح، بس لسبب غريب ومجهول أبحاثه دي كلها اختفت بعد ما مات، وما فضلش أي دليل عن مشروع الطاقة بتاعه واللي كان اسمه وورد وايرلس سيستم، واللي من اسمه باين انه تصمم علشان ينقل الطاقة بشكل لاسلكي من غير كابلات او اسلاك. المشروع ده كان بيستخدم موجات الراديو علشان ينقل الداتا والكهرباء حوالين العالم. بالرغم ان مشاريع تسلا دي ما كملتش، الا ان افكاره استلهمت للتكنولوجيا الحديثة دلوقتي زي شبكات الموبايل والواي فاي. بس الفرق ان مشاريع تسلا اللي بكلمكم عليها دي عدى عليها قرنين من الزمن. تخيلوا انه لو تسلا كان كمل في مشاريعه دي زماننا في ليفل تاني من التطور، وما كانش شفنا تاني العربيات اللي بتشتغل بالبنزين، كانت هتبقى كلها كهرباء زي عربيات تسلا دلوقتي. تسلا فكر انه يستخدم الارض اللي احنا بنمشي عليها دي كموصلات للكهرباء، افترض انه هيقدر يستعملها علشان ينقل الكهرباء للعالم كله من غير اي اسلاك. الاعتقاد المنتشر على الهرم الاكبر انه كان مقبرة للملك خوفو، واللي لقوا اسمه بس المكتوب جوا الهرم، وكمان تمثال صغير، يعني ما لقيوش ليه اي حاجه في تاريخ الفراعنه، ما تلاقاش ليه كتابات هيروغليفيه ولا اثار ولا حتى الرسومات اللي متعودين نشوفوها على الحيطان في كل مقبره فرعونيه، وبرضه ما فيش اي حاجه تثبت ان الصندوق الجرانيت ده كان تابوت الملك. يا جماعه انا عاوزكم تشغلوا دماغكم معايا بس. ده الفرق بين مثلا مقبره توت عنخ امون ودي اللي من المفترض هي غرفة الملك خوفو، يعني فرق السما من الارض. صباح الفل يا صاحبي. الصندوق الحجري ده لو كان تابوت زي ما الاغلب بيقول، يا ترى فين الغطا بتاعه؟ مفقود ها؟ وكمان خدوا الصدمة، مفيش اي هرم من الاهرامات تلاقى فيها موميا او اثار، ده غير ان الطريقة اللي مبني بيها الهرم والمواد اللي استخدمت في البناء مش منطق انها تكون لقبر، علشان الفراعنة زمان كانوا بيعتبروا ملوكهم آلهة، فمش من المنطق ان لما يتعمل لهم قبر ضخم زي كده الممرات اللي تبقى فيه ضيقة، كمان التهوية فيه مش احسن حاجة. ده حيكون المكان اللي هتبقى فيه حياة الباحث ده على حسب معتقداتهم، وان الشخص اللي حيموت ده هيبقى ليه حياة تانية بعد الموت، فمكان زي كده من سابع المستحيلات ومش من المنطق انه يكون مقبرة. بس عارف ايه الحاجة المنطقية في الموضوع ده كله؟ ان الهرم اتسرق، بس ما اتسرقش بالطريقة اللي كل الكتب كانت ذكراها، واللي هو انه كانت جواه الموميا والاثار واتسرقوا. لا، فكرة مشروع تسلا اللي كان حيولد بيها كهرباء للعالم كله ببلاش اصلا مسروقة من الاهرامات. ووات كيف؟ خليني اقول لك ازاي هرم خوفو كان بيولد كهرباء باستخدام نظريات تسلا اللي اقترحها. اولا ومبدئيا كده يا صاحبي، الهرم متحازي مع كل اتجاهات البوصلة، حتى التطور الحديث اللي في البناء دلوقتي ما يقدرش يوصل للتطور والاحترافية دي، ده غير انه معمول من 2,600,000 حجر، وزن الحجر الواحد بين 2 و20 طن، مرصوصين بارتفاع 146 متر ومساحته حوالي 13 فدان، والقاعدة بتاعت الهرم متساوية بشكل احترافي. خد دي بقى عزيزي المشاهد، الهرم الاعظم نسبة دقة بنيانه 99.99%. لو الكلام اللي فات ده ما كانش صدم ليك، خليني اقول لك على معلومه 99% من الناس ما يعرفوهاش، وهي ان الهرم ما فيهوش 4 جوانب زي ما الكل مفتكر.
امال يا كريم في كام جانب؟ انت جاي تخترق قوانين الفيزياء؟ لا، ده في 8 جوانب يا عزيزي المشاهد. لما قلت لك في الاول متساوي مع كل اتجاهات البوصله، ده ما كانش من فراغ، بس الجوانب دي مش هتقدر تشوفها الا لما تبص على الهرم من فوق، وكمان الشمس لازم تكون متعامده على نص الهرم، ده اللي هيبين لك الجوانب دي. هل منطق انه يكونوا عملوا كل الكلام ده علشان يدفنوا ملك فيها؟ الحقيقة الهرم ده كان المشروع المصري الأضخم، وهتفهم ده من الجزء الجاي دلوقتي. الهرم الأكبر أول ما اتعمل زمان كان متغطي بطبقة خارجية من حجر جيري أبيض نادر، كانت الطبقة دي ناصعة البياض وبتلمع، واللي اتكسرت ووقعت على مدار الزمن بسبب عوامل التعرية، ومش فاضل منها غير الجزء اللي بنشوفه على قمة الهرم. الأحجار دي كلها اتقسمت وجات من مقلع الأحجار في طرق، فتخيل وزن الحجر الواحد فيهم على الأقل 10 كيلو. 10 كيلو مين أو 10 طن، مسافة 25 كيلو. بس الحجر ده كانت فيه حاجة مميزة تستاهل كل التعب ده، واللي هو انه كان خالي من المغنيسيوم. الحجر الجيري اللي بيبقى ما فيهوش مغنيسيوم بيبقى عازل ممتاز للكهرباء، على عكس الاحجار الداخلية في الهرم اللي كانت مكونة من نوع نادر جدا من الجرانيت الاحمر is red granite. Right. واللي فيه تركيز عالي جدا من ثاني اكسيد السيليكون اللي معروف برضه باسم الكوارتز. والكوارتز ده عزيزي المشاهد لما يتم ضغطه او تحريكه يولد شحنات كهربائيه. واوضه الملك مبنيه من جرانيت 85% منه كوارتز، ده غير الممرات والانفاق برضه مليانه جرانيت مشبع كوارتز. تخيل بقى كم الكوارتز الموجوده في الهرم ده لو تعرضت للضغط، كميه الكهرباء اللي هتتولد حيبقى شكلها ازاي. عشان كده الحجر اللي عملوا منه الهيكل الخارجي كان عازل للكهرباء. وهي دي بقى يا عزيزي المشاهد الفكره اللي سرقها نيكولا تسلا من المصريين القدماء. طيب والسؤال هنا هو ازاي الهرم بيولد كهرباء بقى؟ هنروح لواحد من اهم الكتب واللي هو كتاب ذا جيزا باور بلانت للمؤلف كريستوفر دان. الكتاب بيشرح ان عملية توليد الطاقة بتبدأ من الغرف اللي مصممة للمياه الجوفية. مع حركة المية بتتشكل موجات صوتية ومعها موجات من الهزات الطبيعية من الارض، ولما تتحرك لفوق في الهرم يتم استخدام عملية لتكبير الصوت وتركيزه وتحويله لطاقة، شبه الميكروفون كده، انت بتتكلم بصوت واطي وبيطلع بصوت عالي من المكبرات الصوت. غرفة الملك كان يتم استخدامها لتفاعل كيميائي لصنع الهيدروجين، والدليل على كده انه في فتحتين تهوية بيودوا على غرفة الملك. الانبوبين دول بيكونوا ناقلين لمواد كيميائية زي الزنك وحمض الهيدروكلوريك، ولما بيختلطوا مع بعض بيحصل تفاعل بينتج عنه هيدروجين في صورة الغازية، وغاز الهيدروجين بيبدأ يتحرك من اوضة الملك وبيبدأ يروح للممر الافقي، وبيوصل منه للممر الرئيسي اللي معمول من جرانيت مشبع كوارتز. مع زيادة الهيدروجين بيزيد الضغط على الكوارتز، وزي ما قلت لك في الاول يا صديقي ان الضغط على الكوارتز بيولد كهرباء. الكلام اللي فات ده كله ما كانش كافي ليك انك تصدق ان الهرم معمول علشان يولد كهرباء مش علشان يكون مقبرة. فتعال اقول لك على دليل قوي اكتشفوه العلماء في 2018. مجموعة من العلماء راحوا عند الهرم علشان يعملوا التجربة بتاعتهم، واللي هي انهم هيستخدموا موجات راديو بترددات مختلفة علشان يشوفوا هل فعلا الهرم هيتفاعل مع الموجات دي ولا لا. التجربة بتاعتهم دي اثبتت فعلا ان الهرم بيقدر يركز الطاقة في الغرف الداخلية بتاعته. في 2019 بعديها بسنة العالم إيريك ويلسون نشر بحث باسم لارج سكيل ثيرمال اكوستيك جنريتور، والمقالة دي بتوضح ان الجرانيت وانواع تانية من الصخور لما تهتز الالكترونات بتطلع للسطح من الصخور دي. بس ازاي الكهرباء ده هتخرج من الهرم وهتروح للعالم كله؟ لو رجعنا للبرج بتاع عمك تسلا هتلاقي ان البرج مبني فوق طبقة من المياه الجوفية، كان في قضبان حديد ونحاس ممتدة تحت المية دي، ولما الكهرباء كانت بتتولد في البرج ده كانت بتتنقل في المنطقة المجاورة عن طريق الغلاف الجوي. والعجيب ان التجربة بتاعته فعلا نجحت، وكان حاطط مصابيح في المنطقة اللي حوالين البرج وكلهم اشتغلوا فعلا. وانا كنت قايل لك في الاول ان الهرم تحته مياه جوفيه، ولسه برضه من فتره قريبه اكتشفوا قضبان حديد ونحاس هناك، مع ان القبه بتاعت الهرم مصنوعه من ذهب. الكهرباء اللي هتتولد في الهرم هتطلع فوق في القمه ومنها هتتنقل للغلاف الجوي، وهي دي التجربه اللي عملها تسلا ونجحت. والمصريين القدماء كانوا عاملينها من 5000 سنه فاتت. وفي برضه مصادر تانية بتقول ان المسلات كانت تستخدم كمساعد لنقل الطاقه للغلاف الجوي. أجدادنا عملوا حضارة ملهاش مثيل في العالم كله، ووصلوا لعلوم ومكتشفات احنا مش عارفين هم ازاي وصلوا لها لحد دلوقتي. في النهاية الموضوع راجع لك عزيزي المشاهد اذا انت كنت من فئة المصدقين او المشككين. لو عندك اي رأي اكتبوا لي تحت في الكومنتس. انا كريم فراج، بيس اوت.